مرحبا بكم أصدقاء ومتابعي قناة أسرار مخفية. بعد استضافة الرئيس قيس سعيد الرئيس محكمة المحاسبات سلم له ملفات اختيار العام 2020 اللي فيها عديد السرقات والاختلاسات المالية اللي قامت بها عدة أحزاب ورؤساء أحزاب. وقد شاف الرئيس قيس سعيد في الملفات هذه قضايا اختيارها للغاية تقدر تسجن العديد من السياسيين ورؤساء الأحزاب، والعقوبات تكون خطيرة للغاية وتوصل حتى لخيانة الدولة اللي عاقب عليها القانون بالسجن المؤبد. هذاك علاش قرر الرئيس قيس سعيد اتخاذ قرارات جديدة وفيها انه يمضي في حل عدة احزاب نهائيا، ومنهم حزب قلب تونس وحزب حركة النهضة. وبعد القرارات هذه بدأت محكمة المحاسبات في انها تبعث برقيات لحل عدة احزاب ومقاضاتهم على الافعال الشنيعة اللي اقترفوها في حق البلاد التونسية. وكشفت عديد القضايا رؤساء الأحزاب ومنهم رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي اللي تتعلق به عدة قضايا فساد، منها اللوبينج. وحسب النائب محمد عمار أنه تم بعث أكثر من 12 برقية لأكثر من 12 عضو في حزب قلب تونس تتعلق بهم شبهات فساد أيضا. وأيضا لقى حزب النهضة نفس المصير اللي باش يتم في الأيام القليلة القادمة حله بسبب أنه رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي تتعلق به شبهات فساد خطيرة للغاية، منها تبييض الأموال ودعم الإرهاب وعديد القضايا الأخرى اللي تكتمت عليها محكمة المحاسبات. وإن شاء الله في الأيام الجاية يظهر الحق الكل، وإن شاء الله ربي يحاسب كل حد ساهم باش يسرق أو يضر البلاد هذه. في النهاية ما تنسوش تعملون إعجاب للفيديو واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد.